يعني الثورة قامت بمين؟ فيما يتعلق بتفجير الثورة. الثورة قامت بالشباب، مش عايز كلام. الشباب اتحرك، فجر الثورة، نزل الميدان، نجح الثورة، نجحت بالشباب. لكن ما نقدرش ننكر ان نزول الاخوان المسلمين للميدان في المرحلة ازداد الثورة رسوخا في الارض. مش عايز اتكلم، محدش يقدر ينكر كده ابدا. يعني اذا الشباب بدأوا الثورة، نجحوها، جابوا الفكرة وبدأوا الثورة ونجحوها. الاخوان دعموها. ده عدم نزول الاخوان كان هيخلي الثورة اضعف من ذلك بكثير في الاول. نمرة 2، شهادة للتاريخ ان الاخوان المسلمين تصدوا في هذا الوقت وقاتلوا قتال الابطال دفاعا عن ميدان التحرير، وزحف الجيوش منهم وكانوا يتصدون وكأنهم في حرب ضروس، وكل منهم يريد أن ينال الشهادة. هذه شهادة الجماعات الإسلامية كان لها دور، والسلفيين في 3000 نزلوا من الجماعات الإسلامية. هناك كثيرين طبعا، لكن أنا بقول الذي كان يقود الدفاع عن ميدان التحرير بهذه الشجاعة والبسالة كان الإخوان ومعهم الآخرين. وظهر الإخوان المسلمين بمظهر حضاري، وكان لهم دور كبير في إنجاح الثورة سيكتبه كل الذين شاركوا في هذه الثورة وأنا منهم. ودورهم في يوم الأربع في صد البلطجية دور رائع. والحوارات اللي كنت بشوفها بتحصل في الميدان ما بين الشباب اليساري والشباب الإخواني، لدرجة إن في شاب من شباب الإخوان وقف وقال أنا عايز أعتذر لكل البنات اللي واقفين هنا في الميدان، لأنه قبل ما أنا أجي كنت بتعامل معاهم باعتبارهم سافرات خاطئات، واتضح لي ان انا اللي كنت سافر وخاطئ، ان انا بصنف الناس. بس برضو عشان ابقى صريح وكلمة حق، انا رأيي الشخصي ان اللي حمل ولاد دول يوم المعركة الشهيرة دي اللي دخلوا عليهم البلطجية، انا من غير ما اعرف بس احساسي ان الاخوان حملوا ولاد دولت. ياه، انا عندي صريح جدا منك يا نجيب، انا مستغربه جدا. بصراحه شديده الاخوان كان لهم خبرات تنظيميه عاليه، يمكن اعلى من كل مجموعات الشباب الموجوده، وكان لهم دور مهم جدا في تنظيم الميدان وحمايه مداخله. يعني ده حق لازم يقال يعني. في خلال الثوره شفت ناس منظمه جدا، محترمين جدا، عندهم فكر رائع، بيساعدوا الناس. محدش فيهم بيقول احنا اخوان مسلمين. محدش كان بيقول احنا اخوان مسلمين ولا حاطط بادج اخوان مسلمين. بس بقيت لما باجي بسال سواء على الشباب او البنات مين الناس المحترمه دي، ناس ردت عليا قالوا لي هم دول الاخوان المسلمين. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بعد الثوره لما ابتديت اتعرف على الشباب والبنات، محدش فيهم كلمني كلمة واحدة عن الدين خالص. محدش كان بيقول لي اصل احنا جماعة دينية نهائي. بس اخلاقهم وكلامهم وتنظيمهم واحلامهم بمستقبل مصر، عرفت يعني ايه الاسلام، والاسلام ده معناه الحقيقي. بصراحة الإخوان كانوا جزء واضح ولا ينفصل ولا يتجزأ من الحركة التي حدثت يوم 25. الإخوان كانوا جزء من الناس اللي موجودين في ميدان التحرير، وقفوا قدام البلطجية، فضلوا نايمين في أماكنهم، فضلوا متمسكين بأماكنهم، كان ليهم دور عظيم وعبقري.